المشكله الجديده تاع بوترامب، فاخلطت لهم بزاف الاوراق، وغادي يزيدوا يتاكلوا في بعضهم ماكله كحله. قال لك تطبيع. هيه هاو نهضروا. ما الفرق بينكم وبين الصهاينه؟ وراه الفرق بيناتكم؟ ما الفرق بينكم وبين الصهاينه؟ وتكلموا على التطبيع. ما التطبيع؟ على الأقل الصهاينة ربما اغتصبوا العالم باش يعيشوا شعوبهم، أخذوا أرض ماهيش أرضهم باش يعيش شعبهم. انتم دمرتوا بلاد ودمرتوا شعب باش يعيشوا أسيادكم، باش يعيشوا مخابرات الأجنبية وترعى في بلاد الشهداء، وتجوا تكلموا وكأنكم ملائكة. التطبيع ما التطبيع؟ انتم أخطر من الصهاينة. حق يقال، ما تحبوش صح. تجي تكلم لي تقول لي المغرب طبع، ما يطبع ما يطبعش، انا واش دخلني فيه؟ يجي واحدين يكتبوا لي في تعليقات هضر على المغرب طبعوا، ربي يسهل عليهم، ربي يسهل على كل واحد. انا نهار لو قلت لكم الموقف تاعنا هو أدافع على ما يجري أو ما يحدث في 2,381,741 كيلومتر مربع. يعني أدافع وأتكلم على ما يحدث في بلادي. ما تدينيش إلى أمور خاطئ بلادي. هاولا الصراع تاع أكثر من 40 سنة. أموال الجزائريين ضخت للبوليزاريو بالملايير الممليرة، طائرات عسكرية خصصت لنقل البوليزاريو فيما الجنود تاع الجزائر يتكركروا في الكيران، أموال راحت اللي هو سرقت باسمهم الملايير تاع الشعب الجزائري، نهبوا ما نهبوا باسم هذا البوليزاريو، داروا ما داروا. فينالمو صراع تاع 40 عام، تغريدة تاع تويتر كملت معاه تاع ترامب. هيا قنوات البلاد، انا نستناو فيكم عبلة. عيطوا قناة البلاد تهدر كيما موالفين، تخرجوهم. خرجوا قناة البلاد تتكلم كيما موالفين، تخرجوهم. لا لا ما فيهاش. راكم عارفين بلي حاشاكم خوتي يبولوا عليكم الامريكان سيادكم، تقدروش. هيا خرجوا ناس متبريين منهم باش من بعد تقولوا نعرفكم لا كيفاش تخدموا. نعرفكم تخرجوا ناس الذين لا يمثلون السلطة وتتخبوا وراهم باش ما تبينوش وجوهكم، لانكم راكم عارفين بلي اي موقف رسمي منكم عن طريق الحكومة، مثلا بوغادوم اللي يمثل وزارة الخارجية، ولا بوتبون تاعكم اللي يمثل العصابة، ولا الفاتورة تكون عليكم غالية بزاف، وانتم ما تعرفوها تكون باهظة إذا تطاولتم على بوترامب الذي تعتبرونه سيدا وشكور عليكم. هاي فلاوة بوترامب تليفون قال لهم اي تربح، فرقت علي السوق. روحوا البرلمان العربي والافريقي اموال اللي كنتوا تضخوا فيها ورحت رحت بزنس يا شنقريح، رحت بزنس يا ليجينيرو. الان ما عليكم الا حل واحد نعطيكم انا من ضروك نعطيكم حل شباب يساعدكم. يجب عليكم الان بعد ما فاقوكم يجب عليكم تقرير مصير كردستان لتتحرر من الترك. هذا هو الحل الواحد. رفدوا البطايون تاع 48، رفدوه 200 دوف تاع 169 ودوه حطوه في جوه انقره ملهيه، نقول لهم لازم نقرروا مصير كردستان دروك، منا راهم تحلبوا لنا فقوا لنا الاكراد لازم
لازم نعاونوهم باش يقرروا المصير، وهذه مسألة جزائرية لا نقاش فيها، قضية جزائرية. حتى النخاع والجنرالات اللي عندنا عندهم الإنسانية وراهم يشوفوا في سماعهم كردستان راهي ماش عجبتهم الحالة وما راهمش ملاح مع أردوغان. ها خويا أردوغان يقول لك والله قال ليه ودي فردي ليه، على بالك بلي شنقري يحاول يولي يضرب لي كوش دوبلي، يولي يضربهم دوبلي يولي يتمشى ويسير. راكم اكثر من الصهاينه ولا راكم في التوم. نتنياهو نورمالمون يجي يدير اللي يكون عندكم، نتنياهو كون يجي يدير اللي يكون عندكم في السيونيست، في التصهينين، السيونيزم بليتو. بصح ما شافوش قايد فايح قائد اركان الجيش عندما راح والتقى مع قائد اركان الجيش الإسرائيلي القايد صالح، الذين كانوا يسبحون برنجاسه صبحة وعشية، لردوا مجاهد وردوا حسن الخاتمة وردوا هو اللي سلكنا من الزواف وردوا هو يا خويا. هذاك مشتوش ولا هذيك اللي راح لها إسرائيل لايت ماهيش لوريجين دوزيام شوا، ماهيش الدوريجين اللي راح لها. حطينا لكم تصاوير والدنيا هي قلنا لكم كي توزنوا وزنوا ميزان واحد، وزنوا ميزان واحد. ولا قايد فايح لا شفتوا العبيد تاع القنوات، شفتوا العبيد الذين يسيرون القنوات. تكلم على ملاك او اصحاب هذه القنوات ولا الخدامه هذوكم عارفين باللي مول القناه بايعها، ولكن هم ياكلوا خبز الذل لانهم ذليل، انهم ذليل ياكلوا اولادهم حتى يعرفوا بلي النفاق والدعاره والعهر وكل حاجه فيها معليش، مهم عايشين ذل. سيتناطحون نطاح البغال. زادت هذه تاع ترامب وقضية بوليزاريو الآن راهم في ورطة. لماذا في ورطة؟ لأنهم سيحاسبون على أمور اقترفوها خاصة في مجال الأسلحة، وهذه ستعد لهم ضربة أو ملف آخر هم في غنى عنه في هذا الظرف الحالي. طبعا هما ما غاديش يخرجوا لهم هذه الملفات تاع صفقات الأسلحة أو تهريب أسلحة، كنت تكلمت عليه من قبل. فالأمريكان ديزانتيليجون سيستخدمون هذا الملفات لابتزازهم وتهديدهم، أحسن ما يورطوهم به مباشرة، لأنه ما عندهمش فايدة كي يورطوهم به ومن بعد ما يستعملوه في التهديد. ها هي جرائمكم، ها هي الأمور اللي كنتوا تديروا فيها، شوفوا كيفاش دارت عليكم وشوفوا الآن كيفاش راكم متورطين. شفتوا طريقة طويلة. ها علاش كنا نقولوا دولة مدنية وخطونا من الأمور الخارجية التي لا تعنينا وما عندنا فيها لا ناقة ولا جمل. أصريتم وبقيتوا تصارعوا وتنهبوا في أموال الجزائريين وتدفعوا فيهم ملهيه، والشعب كتله الفقر، وها هو الطيارتين رايحين البوليزاريو رافدين المؤونة، وها هي طيارة واحدة أخرى رافدة مش عارف واش، ها هي الطيارة فايتة منا، ها هي كدا ارفد برك حول. الشعب رمينا في الحباس. والله قد عاوز ولا تخلص فيكم واحد واحد، وتطلق لي انا الفروخه تاعكم يا عبله في صفحاتهم وفي حساباتهم على الفيسبوك. لازم نوقفوا مع مع بدولتنا ونحطوا اليد في اليد، وليس وقت المعارضه وليس وقت كذا نحط يدينا في يد المفرخ تاع عبله، نحط يدي في يد الفويوات. اذا تستناو منا باش تحط يدك في يد الفويوات امبوسيبل.